زي التلميذ اللي يلهو ويلعب ويهيص ويخسر نفسه، ويجي ساعة ظهور النتيجة يقول على نمرة ضيعت الكلية، على نص نمرة ضيعت الكلية. لا يا حبيبي، انت كنت بتضيع نفسك لما كنت بتلهو وتلعب. اتعب من أجل ربنا في هذا العالم، اتعب كل تعب. زي ما بيقول الكتاب: الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. اتعب نفسك عشان تستريح في الأبدية. ممكن انك تنتفع بكل الأشياء على الأرض وتروح عند ربنا ما تلاقيش حاجة. إذا كان ربنا بيقول ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ طب اللي بيسيب العشور ده أهو مش العالم كله، البكور أهو مش العالم كله. تسرق ربنا في العشور، وتسرق ربنا في البكور، وتسرق ربنا في النذور، تنتفع بإيه لو ربحت هذا كله وخسرت نفسك؟ لازم نفسك دي تكون أمامك كل شيء. ده الكتاب بيقول لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك. لاحظ نفسك يعني راقب نفسك، راقب نفسك، شوف نفسك بتعمل ايه. لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، فإنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. إذا كان الواحد مسؤول عن أنفس الآخرين لكي يخلصها، فيبقى على الأقل يكون مسؤول عن خلاص نفسه، لأنه لو ما كانش في خلاص نفسه ما يقدرش يخلص غيره. فاقد الشيء لا يعطيه. لما تخلص نفسك تقدر تخلص غيرك، لكن إن قعدت في خطاياك مفيش فايدة. العجيب إن الناس بيمر عليهم السن ويكبروا وبرضه ما بيهتموش بأنفسهم. أنا فاكر مرة أحد الآباء الأسقفة قال لي عن خادم من الخدام، قال لي يا ريت فلان يتوب له أسبوعين قبل ما يموت، يا ريت فلان يتوب له أسبوعين قبل ما يموت، ومات. ما أعرفش كان تاب قبليه ولا لا. مش معناها يتوب له أسبوعين يعني بس أسبوعين، يعني ما هو الأسبوعين لما واحد يتوب أسبوعين يجد لذة في التطور الروحي والتقدم الروحي، فتشجعه انه يخش في فترة اخرى في الحياة مع الله. الوضع بتاعنا ان احنا نبقى امثلة للعالم في الروحانية، لكن ما نضيعش انفسنا ونضيع ناس معانا. في واحد لما يخسر نفسه يجر وراه ناس وراه، فيما يسقط يجر مع أهل الهاوية آخرين. اللي مش بس بيخسر نفسه ويخسر غيره. عارفين أول واحد من ده كان مين؟ كان الشيطان. الشيطان كان ملاك كبير من طائفة الكاروبيم، ولما سقط أسقط معاه من الرتب السمائية كثيرين، أسقط معاه من العساكر والجنود ومن الرؤساء ومن الرئاسات ومن السلاطين، نزل رتب كتيرة معاه، فنزل ونزل كتير. الشيطان خسر نفسه وبيخسر نفوس كثيرين حتى الآن، وللأسف نجد كثيرين بيتبعوه. ده المسيح لما بيتكلم عن الناس الأشرار قال إيه؟ قال لهم اللي وقفوا على الشمال
في متى 25 في الحساب الأخير، قال لهم اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار المعدة لإبليس وملائكته. لإبليس وإيه؟ وملائكته. لأن إبليس لما خسر نفسه وقع معاه ناس تانيين وضيعهم معاه. طب واستفاد إيه؟ أهو بيربح كثيرين في العالم. هو فكركم إبليس ما بيكسبش؟ بيكسب ناس، بيكسب ناس ملحدين، وبيكسب ناس فاجرين، وبيكسب ناس ظالمين، وبيكسب ناس بيكذبوا، وبيكسب أنواع وأشكال شتى. ومملكته بتحارب مملكة الله، وأحيانا يبان إنها منتصرة. خسر نفسه وبيخسر الناس التانيين، لدرجة إن أرميا النبي قال له أبر يا رب أنت من أن أخاصمك، ولكني أكلمك من جهة أحكامك. لماذا تنجح طريق الأشرار؟ اطمأن كل الغادرين غدرا. إبليس بيكسب كل يوم ناس، بيكسب كل يوم ناس، وبيضل كل يوم آخرين، وما بيفكرش في نفسه. لدرجة في عبارة عجيبة موجودة في سفر الرؤيا إصحاح 20. هو في الأول بيقول إبليس قيد 1000 سنة. شو بيقول إيه؟ رأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان، وقيده 1000 سنة وطرحه في الهاوية. فهو مقيد مدة طويلة. العبارة العجيبة هي الآتية: ثم متى تمت 1000 سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين في 4 زوايا الأرض. جرالك إيه يا ساتناس؟ جرالك إيه؟ بقى أنت مقيد 1000 سنة، تخرج منهم عشان تتوب، تقول آسف، تقول أخطيت، تقول ما عدتش. الشيطان ما يقدرش يقولها. طبيعة الشيطان والأشرار ما يقولوش غلطانين، ما يقولوش عايزين نتوب. يقول لك يخرج إيه؟ ليضل الأمم. مش كفاية الماضي الوحش، لا، ده يخرج من سجنه ليضل الأمم. في ناس كتير من النوع ده لا يهتم الواحد منهم بخلاص نفسه ولا بخلاص الآخرين، وإنما يهلك نفسه ويضل الأمم أيضا. يا ريت الواحد فينا ما يبقاش من هذا النوع. يقول له يا رب أنا أبحث عن خلاص نفسي وعن خلاص أنفس الآخرين، ولا تسمح أني أمشي في الضلال ولا أن أضل أحدا، لأن اللي بيسقط وبيضل غيره هو الشيطان عدو الخير. وماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ده الملاك العظيم اللي كان هو الشيطان لم يستفد شيئا، فكم بالأولى البشر لا يستفيدون شيئا. نخلي دي قاعدة أمامنا، والله المجد دائما.